من المضحكات المبكيات انه وزير التجهيز الساعة يحكي هو بيدا تصدم كي يقرا، فهمت؟ قال جوان بقيمة 15,000 دينار معناها باش يتصلح، فهمت؟ أنا جوان ب15,000 دينار باش يصلح المجمع الكارثي هذايا معناها، وقالها هو دخل بعضها راه يقرا في الرابور اللي عنده، فهمت؟ وديجا احنا وقتها خرجنا بالآلاف قلنا لا جوان لا جوانات تفكيك الوحدات، ويزيد يبشرنا السيد وزير الصحة قال لي اطمئنوا القوابسية معناها راهو باش نعملوا لهم مركز في المستشفى متاع الامراض السرطانيه. بارك الله فيك معناها امرضوا نموتوا حنيا اما نعمل لكم سبيطار متاع سرطان معناها طياره، فهمت؟ باش كي تمرضوا معناها بقمه معناها المضحكات المبكيات. الناس تطالب بتفكيك الوحدات ويحكوا معناها بكل ثقه، فهمت؟ وهو اصلا وزير التجهيز والصحه ما همش المباشرين المعنيين، وان برانسيب وزاره الصناعه هي اللي تكون حاضره، واللي هي اختفت معناها وحاولت تتجاهل اغلب اللقاءات لأن عارف اللي ما عندها حتى معناها حاجة باش ترضي الناس، أو ربما هي خايفة تتكلم أو ما عندهاش الصلاحية، ولا أصلا حسب ما معناها ما عنديش الحقيقة المعلومة ما هيش بنت الاختصاص ديجا معناها في الوزارة. وزيرة الطاقة ديجا هي من الناس اللي شنجت أعصاب القوابسية، لأن وزيرة الطاقة هي اللي هبطت بمسألة ترفيع الإنتاج الفوسفات 80%. وزيرة الطاقة في العام هذايا ومع سفيرة فرنسا اللي جت لقابس العديد من المرات يحبوا يزيدون اللامونياك فيغ والهيدروجين فيغ، ومصطلح الفير فيه نقاش كبير، وحددوا له حتى المكان في قابس راه معناها هم عبارة بلبزت لهم معناها هم وقابس البوبيل هانا حط فيها أي بروجي متاع الشيميك وغيره وهانا راضين فتوا التحركات متاعنا الأخرى أربكت ربما وزارة الصناعة بما نعرفش يعني استراتيجيتها. مش كلمة قاسية تقول الدولة تشوف في قابس كمزبلة، سامحني في الكلمة اعتبر عليها. نحكي على الواقع، نحكي على الواقع، نحكي على معلومات. انك انت عارف الجروب شيميك حالته مهريه، وان الدوله ارسلت لجان. علاش كمان الناس تكلمت؟ علاش مش الدوله خذت بمسؤولياتها؟ علاش الدوله تقول سنه التالي باش نزيدوهم معمل الامونياك الاخضر والهيدروجين فير في قابس؟ وعلاش على قد هذايا اليوم الهيدروجين الاخضر توندونس في العالم الكل، الدول الكل ماشيه فيه، يتعمل في ارض حيه مش في ارض ميته. قابس عبارة سامحني انت خديت لك كوجينة محلاها بأثاثها وحشاك ما نعرفش انت فرحان بالسبالة وكلها غرام من اللوطة.